الوزارة خلاص أعلنت عن نتيجة المرحلة التانية، وقالت الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لكل اللي دخلوا المرحلة التانية، وكمان بدأوا يتكلموا عن تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى وطلاب المرحلة التانية، وفي كمان كلام مهم جدا عن طلاب المرحلة التالتة والطلاب اللي جالهم استنزاف رغبات أو الطلاب اللي كان معاهم مواد ودخلوا دور تاني. تفاصيل كتير مهمة هنتكلم عنها في حلقة النهاردة، فالحلقة دي مهمة لكل الطلاب سواء أنت كنت مرحلة أولى أو تانية أو هتكون حتى مرحلة تالتة. وكمان لو أنت مهتم بتقليل الاغتراب، كل التفاصيل اللي أنت محتاجها في فيديو النهارده، فتأكد دلوقتي إنك هتصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. أنا طارق صادق وأنت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن إحنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخلونا يلا صديقي، أول حاجة نتكلم عنها هي طلاب المرحلة التانية واللي حصل معاهم. الوزارة امبارح يا صديقي على حوالي الساعة 10 كده أعلنت إن خلاص المرحلة التانية نتيجتها ظهرت، لكن للأسف مفيش حد عرف يجيب نتيجته تقريبا قبل 12 الظهر النهارده، وهيظهر دلوقتي قدامك على الشاشة يا صديقي أهم الحدود الدنيا لأبرز كليات المرحلة التانية. فانت دلوقتي لو انت لسه ما تعرفش، هتلاقي دلوقتي الرابط بتاع موقع التنسيق موجود تحت في وصف الفيديو، او حتى هتلاقيه في اول تعليق. ادخل على الموقع ده وسجل دلوقتي، اكتب رقمك السري واكتب رقم جلوسك عشان لو لسه ما عرفتش انت اتقبلت في كلية ايه هتعرف دلوقتي. والوزارة ما اكتفتش بس بان هي تقول نتائج المرحلة التانية، دول كمان بدأوا يتكلموا عن تقليل الاغتراب. طلاب كتير يا صديقي جات لهم كليات مش حابينها للاسف، او كليات بعيده جدا عن بيوتهم او عن محافظاتهم وما يقدروش يسافروا ليها، وعشان كده صديقي الوزاره بدات تعلن عن ميعاد وتفاصيل تقليل الاغتراب. قالت لك يا صديقي ان تقليل الاغتراب هيبدا من يوم الخميس الجاي الموافق 14 في الشهر، وهيستمر لغايه يوم 18 اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله. خلال الفتره دي يا صديقي لو انت طالب مرحله اولى او طالب مرحله تانية دخلت كليه مش بتحبها وعايز تحول لكليه تانية، او جات لك الكليه اللي انت اخترتها بس في محافظه بعيده وعايز ترجع محافظتك، تقدر دلوقتي تستخدم تقليل الاغتراب. بس لازم تكون عارف ان الوزاره حطت شروط، الشروط دي يعني هي الشروط بتاعت كل سنه بتاعت تقليل الاغتراب. تعالى كده استعين بالورقه بتاعتي واقرا لك كده مع بعض ايه الشروط اللي الدوله بتقولها في تقليل الاغتراب. اول حاجه صديقي ان التحويل المناظر، يعني انت لو هتحول من كليه لنفس الكليه بس الكليه دي كانت مثلا اداب اسكندريه وانت من دمياط فعايز ترجع اداب دمياط، فده بنسميه تحويل مناظر. قال لك انه لازم يكون في حدود الحد الادنى للقطاع. طبعا اي حاجه انت مش فاهمها من الكلام اللي هيتقال دلوقتي كده كده ان شاء الله ان شاء الله لو شفت منكم تفاعل هعمل لكم حلقه مخصصه لتقليل الاغتراب. لو عايزين الحلقه دي اكتبوا لي تحت تقليل اغتراب واعمل لك حلقه مخصوص اشرح لك فيه ايه تقليل الاغتراب ده ويعني ايه مناظر وغير مناظر وكل الكلام المكلكع اللي هقوله دلوقتي اللي انت ممكن ما تفهموش اصلا. اما بقى التحويل الغير مناظر يا صديقي، يعني انا كنت اداب وعايز احول لحقوق، فده قال لك ليه شرط. قال لك التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الادنى للكليه اللي انت عايزها. يعني انا دلوقتي عايز احول من كليه اداب لكليه حقوق، لازم على الاقل تكون جايب تنسيق كليه حقوق، ما ينفعش تدخلها وانت مش جايب تنسيق اصلا لمجرد انك عايز تحول من كليه لكليه تانية. فبرضه الغير مناظر يعني من كليه لكليه تانية لازم تكون الكليه التانية دي تكون جايب مجموعها ولازم تكون في محافظتك، لان الشرط اللي بعد كده هو ان لازم تلتزم بالقواعد الجغرافيه. يعني ما ينفعش دلوقتي تحول من كليه اداب لكليه حقوق بس في محافظه تانية، لا لازم تكون جايب درجه حقوق اللي في محافظتك انت. ونبهت الوزاره ان مفيش تحويلات ورقيه، يعني اي حد عايز يحول من كليه لكليه تانية او من كليه بعيده لكليه قريبه لازم يا صديقي عن طريق موقع التنسيق وعن طريق تقليل الاغتراب. ما ينفعش تروح تسحب ملفك ورقي وتوديه للكليه اللي انت عايزها، لازم كله الكتروني عن طريق الموقع. واشترطت الوزاره ان التحويل بيكون لمره واحده بس، يعني انت عندك مره واحده بس تعمل فيها تقليل الاغتراب، سواء هتعمل تقليل الاغتراب ده مناظر او غير مناظر، يعني من نفس الكليه هي او من كليه لكليه تانية خالص. ليك فرصه واحده بس يا صديقي، فحاول تركز وتنتبه وتشوف الفرصه دي هتستغلها ازاي لو عايز تعمل تقليل اغتراب. وبنبه تاني وتالت ورابع، لو عايزين حلقه منفصله كامله بكل التفاصيل بنوضح فيها كل حاجه عن تقليل الاغتراب، اكتب لي في التعليقات تقليل اغتراب وهعملها لك ان شاء الله لو شفت اقبال. وطبعا يا صديقي مش هينفع تعمل تقليل اغتراب وتختار انك تروح كليه انت ما عملتش اختبار قدراتها لو هي من الست كليات اللي لهم اختبار قدرات
وحاول ترجع للحلقه اللي عملناها عن اختبار القدرات عشان تعرف ايه هم الست كليات دول وايه الشروط بتاعتهم. وطبعا يا صديقي هيكون في تقليل الاغتراب معانا المفاضله. يعني ايه مفاضله؟ يعني انا دلوقتي عايز في 10 اماكن فاضيه في كليه حقوق اسكندريه، وفي 20 طالب عايزين يروحوا حقوق اسكندريه من تقليل الاغتراب. المفاضله دي يا صديقي ان احنا نجيب ال 20 طالب دول، هناخد اعلى 10 فيهم وهم دول اللي هنقبل تقليل الاغتراب بتاعهم ونوديهم حقوق اسكندريه زي ما هم طلبوا. فالمفاضله دي يا صديقي يعني كل ما تكون درجتك اعلى، كل ما تكون درجتك قريبه من الكليه اللي انت عايز تحول لها في تقليل الاغتراب، كل ما فرص قبول تقليل الاغتراب بتاعتك بتكون اعلى. ولو لا قدر الله، لا قدر الله برضه عشان تبقى عامل حسابك، لو تقليل الاغتراب بتاعك اترفض، فساعتها تبقى انت للاسف ممكن تكون دخلت كليه ما بتحبهاش. فبرضه ممكن نعمل حلقه ان شاء الله مفصله هنا في القناه عن تعمل ايه بقى لو دخلت كليه ما بتحبهاش او مش مقتنع بيها او داخلها غصب عنك. فعشان تتاكد بقى انك تشوف كل الحلقات دي، يبقى ما تنساش تنزل تدعمني دلوقتي باللايك حلو زيك، واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه جديده احنا نعملها. ولو مكمل الحلقه لغايه هنا، انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 16 عشان دي كلمه السر لو اتعرفت من صحابنا الابطال اللي مركزين ومكملين لغايه هنا ومصحصحين كده معايا. كده خلاص عرفنا طلاب المرحله الاولى والثانيه هيعملوا ايه في تقليل الاغتراب، وعرفنا نتيجه المرحله الثانيه. تعال بقى نتكلم عن حبايبنا اللي بقالهم كتير قوي مستنيين، طلاب المرحله الثالثه. مين يا طارق هيدخل مرحله ثالثه معاك يا صديقي؟ اول حاجه الناس اللي تخلفوا عن المرحله الاولى والمرحله الثانيه. يعني في حد مرحله اولى بدات وما راحش نسق، وبعد كده مرحله ثانيه بدات وما راحش نسق، ده متاح ان هو يدخل على طول ان شاء الله للمرحله الثالثه. النوع الثاني الناس اللي جات لها استنزاف رغبات، يعني حاولت ان هي تنسق وبعد كده اختاروا 75 رغبه غلط، وده شرحناه في الحلقه الخاصه بالتنسيق، فما جاتش معاهم سكه فهينزلوا مرحله ثالثه. وساعات بتعمل لهم استثناء على فكره، والوزاره بتعمل لهم تنسيق لوحدهم قبل بدايه المرحله الثالثه برضه عشان تبقى عامل حسابك. فشوف الدنيا هتبقى ماشيه على ايه، ولو في جديد هقول لكم ان شاء الله. وطلاب الدور الثاني برضه بيكونوا موجودين في المرحله الثالثه، فانت ما تقلقش، خلص انت بس المواد اللي معاك وربنا يعينك فيها، وبعد كده هتشوف نتيجتك الكليه وهتبدا تنسق في المرحله الثالثه عادي جدا. المرحله مش هتقفل غير لما انت تعرف نتيجتك وتنسيقك. وطبعا هينورنا في المرحله الثالثه اللي هم كل الطلاب بقى اللي جابوا 50% لغايه الحد الادنى للمرحله الثانيه اللي قفلت عنده. كل دول يا صديقي موجودين معانا ان شاء الله في طلاب المرحله الثالثه اللي يقدروا ينسقوا لما المرحله الثالثه تبدا. طب هتبدا امتى بقى يا طارق؟ لسه ما حدش يعرف، الوزاره لسه ما اعلنتش بشكل رسمي المرحله الثالثه هتبدا امتى، بس الاكيد يا صديقي ان هم بيستنوا امتحانات الدور الثاني والنتيجه بتاعتها عشان يخلصوا الموضوع ده مره واحده. وطبعا لو في جديد، لو في اي حاجه اعلنت، ان شاء الله هكون معاكم هنا في القناه واعمل لك فيديوهات اول باول. طب ايه بقى يا طارق اهم الكليات واهم المعاهد اللي اتبقت من المرحله الاولى والمرحله الثانيه ونزلت لطلاب المرحله الثالثه؟ ابرز الكليات دي يا صديقي سواء انتظام او انتساب او المعاهد حتى، هسيبها لك دلوقتي في صور هتظهر لك. ولو عايز تعرف اكتر عن الكليات والمعاهد دي وتفاصيل اكتر واماكنهم والتنسيقات بتاعتهم، هسيب لكم تحت روابط. الروابط دي مفيده جدا، حاول تبص عليها بصه، هتخليك تشوف كل الحاجات اللي انت محتاجها، تعرف ايه الاماكن الفاضيه، اماكنها فين، كليات وجامعات ايه، كل التفاصيل اللي انت محتاجها هسيبها لك في روابط تحت في الديسكربشن اللي هو وصف الفيديو. اتاكد انك هتروح تشوفه يا صديقي لان الكلام ده مهم قوي. طب دلوقتي يا طارق، انا كطالب مرحله اولى او مرحله تانية خلاص عرفت كليتي، او انا طالب مرحله ثالثه وخلاص لسه بدور على الكليه بتاعتي، اعمل ايه الفتره الجايه؟ كلكم يا صديقي رغم اختلاف المراحل بتاعتكم، لكن انتوا لازم تعملوا نفس الحاجه، وهي ان انت تدخل عندي في القناه وتجيب القائمه اللي انا عاملها عن الكليات، تشوف الكليه اللي انت جات لك خلاص عشان تعرف عنها اكتر وتستعد ليها وتعرف نظامها بجد مش بس بالسمعه. ولو انت مرحله ثالثه فانت تتفرج على كل الكليات والحلقات اللي عن الكليات والمعاهد المتاحه ليك، بحيث انك تقدر تختار انسب كليه وانسب معهد ليك. وفي نفس الوقت هتلاقي فيه حلقات هتفيدك عن السكن الجامعي لو انت بقى بقيت مغترب، او ازاي تستعد للكليه، تعمل ايه اول يوم جامعه، ايه الادوات اللي انت محتاجها، كل بقى الحاجات اللي انت محتاجها المرحله الجايه هتلاقي فيديوهات معموله في القائمه دي. فتاكد يا صديقي انك هتشوف القائمه دي لانها هتساعدك جدا. في نهايه الحلقه يا صديقي عايز افكركم ان النجاح شخص مش كليه. يعني لا قدر الله جات لك كليه انت مش حاببها، او نزلت مرحله ثالثه مثلا وما كنتش عامل حسابك على كده والدنيا خبطت معاك، فاعرف انك لو شخص ناجح هتنجح في اي مكان. اما لو انت شخص مكسل وما عندكش مقومات النجاح وجات لك اعظم كليه في العالم، فانت مش هتبقى قد النعمه دي وهتزول منك لانك مش انسان ناجح. فالنجاح شخص
مش كليه. فشدوا حيلكم يا ابطال، ودي بدايه جديده تقدروا تبداوا بيها بقوه ان شاء الله، فربنا يعينكم ويسهل لكم كل صعب. واهم حاجه لو نسيت فافتكر دلوقتي تنزل تعمل لايك عشان ده بيشجعني ان انا اكمل واعمل لكم فيديوهات اكتر، وتعمل سبسكرايب جميل زيك وتفعل زرار الجرس لان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه للنهايه انزل فرحني واكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي لغايه الاخر. وكالعاده يا صديقي، عندك سؤال، استفسار، حاجه عايز تعرف عنها اكتر او نعمل عنها حلقه منفصله، انزل دلوقتي اكتب لي في التعليقات ايه الحلقه اللي انت عايزنا نتكلم عنها او الموضوع اللي انت مهتم بيه، وعناية الاتنين ليك يا صديقي. اتمنى في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه، تكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.